اختار رقم 1 أو رقم 2 واستقبل طاقة كل رقم انت هتختاره، وشوف الرقم دوت جايلك بإيه وإيه الرسالة اللي حملها لك الرقم. اخترت الرقم، ركز في الطاقة واستقبلها وخد اللي ينطبق عليك منها. رقم 1 اللي اختاره رقم 1، مشاعرك انتي تجاه الحبيب الفترة دي، المشاعر تخصك انتي بنسبة كبيرة لطاقة رقم 1. أنا شايفة إنك لسه عندك أمل في العلاقة، لسه بتدعي وبتتمني الشخص يكون ليكي رغم كل الطرق الصعبة اللي واجهتيها معاه. لسه بتحاولي، بس بينك وبين نفسك قلتي دي آخر محاولة، عملتي مبادرة وقلتي بالنسبة لك دي هتكون آخر مرة أنا هبادر فيها بيني وبين الشخص ده. بالنسبة للمنفصلين عن الطاقة، المنفصلين اللي خدوا الرقم 1، عندكم نسبة كبيرة جدا من الرجوع، وعندكم نسبة كبيرة جدا ان الشريك هو اللي يرجع معاكي وهو اللي يحاول معاه. اما بالنسبة للي اختاروا رقم 1 في العلاقة الكراش، فانا شايفاكي عندك خطة في دماغك، والخطة دي هتساعدك ان الكراش ينطق ويقول الحقيقة، او هيقول بتلميح المشاعر بتاعه. استقبلوا طاقة رقم 1. الناس اللي اختارت طاقة رقم 2، لسه في كلام برضو عن طاقة رقم 1. بالنسبة رقم 2، شايفة انك طاقتك خلاص لقيتي فرج او مخرج لحل مشكلتك مع الشريك، وبمساعدة طرف تالت هترجعوا لبعض. في طرف تالت هيتدخل للمساعدة، مش طرف تالت في العلاقة. الكراش، شايفة انك يعني مبنية يعني بتدي اهتمام زيادة علشان ان هو ياخد باله او يلفت نظره ليكي شوية، يبدأ يفكر مع ليكي عليكي مثلا ان انا اخد معاها خطوة او اخد معاها اتجاه. طيب النوايا، هو ليكي في اعجاب، يعني اللي اختاروا الرقم 2 بالنسبة للكراش في اعجاب، في اعجاب واعجاب كبير جدا 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 من الكراش. واضح يعني ان في علاقات كتيرة جدا من اللي اختاروا رقم 2 بالنسبة للكراش هيحصل بينهم ارتباط. نوايا المنفصلين اللي اختاروا رقم 2، انا شايفة انكم راجعين مرة تانية، بس للأسف هيكون بعرض منك انتي، يعني هتبادري بالصلح. المنفصلين انت اللي هتبادري بالصلح، اختيارك لرقم 2 فبيقول ان انت اللي هتبادري بالصلح، او انت اللي هتاخدي حتة المبادرة دي عشان العلاقة تستمر او عشان العلاقة تمشي معاكي شوية. وده مش هيكون وحش، لان انا شايفة ان هو هيحصل فعلا رجوع، وهيحصل فيه يعني استقرار بعد كده في العلاقة. نوايا ليكي ايه للمنفصلين؟ انا شايفة ان في استقرار وفي ارتباط، يعني هيحصل في استقرار وفي ارتباط، يعني هترجعوا تاني، هيحصل تاني ان انتوا تتجمعوا في بيت، او هتتجمعوا على قرار الجواز لو انتوا لسه ما خدتوش قرار الجواز. مسير العلاقة بتاعتكم لأصحاب رقم 1، رقم 1 في عندكم اوف اون لحد يعني الجواز، يعني هتفضلوا قاعدين في اوف اون ما بين ان انا مستقرة في العلاقة وما بين ان احنا بنتخانق شوية وبنرجع شوية. بس انا شايفة برضو ان في استقرار في الخطوة دي، وعندكم جواز، عندكم ارتباط في خطوبة، عندكم مناسبة، وشايفة ان في خبر هيكون كويس جدا جاي ليكم الفترة اللي جاية. في اعترافات يعني كتيرة جدا هتلاقيها من الشريك بعد الرجوع. دي اصحاب رقم 1، احنا في اعترافات كتيرة جدا هتكون موجودة من الشريك
ليكي بعد الرجوع. طب اصحاب رقم 2، نفسك الفترة دي يحصل فيها حاجة بخصوص الشريك، نفسك ان هو اللي يبادر معاكي، او هو اللي يتكلم، او هو اللي يجي، او ان هو يعمل حاجة. انا شايفة ان من اصحاب رقم 1 ومن اصحاب رقم 2، اصحاب رقم 1 هو الشريك، هو اللي هيجيلك وهو اللي هيبادر. اصحاب رقم 2 انت اللي لازم تعملي خطوة لرجوع الشريك دوت، او تبادري معاه، او تاخدي يعني يعتبر خطوة الصلح علشان تقدروا ان انتوا تتجمعوا مع بعض. استقبلي الطاقة بحب ولوف للفيديو علشان يوصل ليكي كل جديد.